السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البلاصه مشيت ليها، اللي هي العين الحمراء، اللي بزاف د الناس يقدروا يكونوا ما عارفينهاش، وهي كتصلح لبزاف د الامراض على حسب الناس اللي كيقولوا هنايا صراحه. المهم هاد البلاصه سميتها عين الرحمه ولا العين الحمراء. المهم كتجي جات هنا ما بين تازه واكنول. المهم هاد البلاصه هي هنايا كما كتشوفوا. انا ما بغيتش نشد الوجوه، وفي نفس الوقت رانا جيت في واحد الوقيته اللي هي خاويه باش ما نتحرجش مع الناس. المهم العين هي هادي، داروا ليها روبينيات وكياخذوا منها الناس الماء. خصك تشرب منها بزاف صراحه، بزاف بزاف. الماء ديالها كما كنقولوا حنا ديال بحال والماس ديالنا، كيشربوا منها الناس بزاف حاشاكم، كيبقاو يردوا. كيقولوا تتصلح للناس اللي عندهم التوكال، الناس د المعده اللي كضرهم المعده، اللي كضرهم المصران. المهم على حسب هادشي اللي كنسمع هنا عند الناس. انا يومين دابا ولا 3 ايام باش جالسه وكنسمع داكشي، علاش بغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو. يقدر ينفع بعض الاخوات. وكما شفتوا هذيك البلاصه اللي فيها الروبينيات، فيها ماء بحال ديال والماس. المهم الماء اللي يغسلوا به المصارن ديالهم، والاخر الماء حلو هو ديال الطياب. صافي كاين تما. وهنا في هاد البليصه هذه اللي غادي نوريكم دابا، كيجلسوا فيها الناس كيغسلوا رجليهم، كيغسلوا وجههم. كاينه واحد العوينه صغيره كتصلح الماء ديالها للعين. كيقولوا مزيانه للعين. المهم هنا في هاد البلاصه سبحان الله سبحان الله كلها عيون. هاد البليصه اللي كنوريكم دابا، الناس كيبقاو يشربوا الماء ويدوروا في هاد البلاصه وكيرتاحوا. خصك تشربي الماء وترتاحي، تشربي الماء وترتاحي حتى كتردي كلشي داكشي اللي في الجوف ديالك. هاد العوينات عاوتاني كما قلت لكم، راه واحد السيده كتشوفوها كتجبد من تحت الارض. كاينه واحد العوينه كيجبدوا منها الماء وكيقطروه في عينيهم، كيقول لك مزيانه للعينين. انا بصراحه بغيت نبارطاجي هاد الفيديو هذا. كما قلت انه بالاولى وكما قلت في الاول في الفيديو، يقدر ينفع بزاف د الناس ما عارفينوش. والله يشافي الجميع. كتصيب الناس هنا محنين صراحه، وما خلاو لا طبيب لا زعما الادويه كلها حتى يقول لهم الطبيب زعما راه ما عندكم والو، كيجيو لهاد البلاصه. وكاينه واحد العين لداخل، جات وسط الجبال. هذيك البلاصه اللي زوميت عليها غادي نوصل ليها ان شاء الله. واخا انا عندي فوبيا ديال الجبال، ما كنقدرش نطلع، ولكن ماشي خساره في وجه الحباب وفي وجه الناس اللي كيكونوا متبعيننا. هذيك اللي كاينه وسط الجبل حتى هي كيقولوا راه كتنفع، الماء ديالها زوين. المهم انا على حسب ما سمعت هنا في هاد البلاصه كامله، العيون كاملين اللي في هاد المنطقه هذه، كل عين ولاش كتصلح. وكنتمنوا الشفاء للجميع يا ربي. والله يشافي كل من هو مريض، والله يشافي كل من هو كيتألم في صمت. كاينين ناس، انا شفت ناس هنا والله العظيم لا حول لهم ولا قوه، جالسين هنا بالشهر وبشهرين غير باش يتشافاو، دايرين يقينهم في سيدي ربي وفي هاد البليصه هادي. وكل شيء على النيه، كل شيء كنقول كل شيء على النيه، وكل شيء عند سيدي ربي قريب. الا دار الواحد النيه راه سيدي ربي راه كيدير اللي فيها الخير. هذيك العين اللي قلت لكم جات وسط الجبل. انا راه نتوما كما كتشوف انا طلعت وكنصور لكم الجبل، وكنصور لكم يعني حتى المنظر كاين تما زوين. كنتمنى الناس يجيو يزوروا هذه المنطقه هذه. وبغيت نقول واحد القضيه، تحيه للناس ديال هنا، الناس ديال الريف صراحه. انا كنظن هادو ريافه. كاين الثقه، كاين الامان، كرينا كريه يعني رخيصه في هذه الوقيته هذه. الكرا رخيص ما غاليش
كرينا دار تبارك الله كبيره ب100 درهم بثلاجتها بتلفازتها. المهم انا كنتفكر شي نقاط ربما لعل وعسى شي واحد جا لهاد البلاصه يدي فكره على الثمن ديال السكنه. ثمن السكنه هنايا موجود، اللحم موجود، يعني كلشي كاين وفي المتناول، يعني ماشي شي حاجه اللي هي غاليه واللي هي، ولكن حابه دا الواحد اللي غادي في المركوب ديالو يدي معاه التموين ديالو كيكون من الاحسن. كما شفتوا حتى هاد العوينه هادي راه جات في وسط الجبل، رانا وريتكم فين كاينه، يعني راه طلعت ليها الجبل الفوق وعاد كاينه هاد العوينه. هاد العوينه هادي الماء ديالها كيقول لك حلو حلو. الماء الاول كيكون ثقيل. انا جاني بصراحه جاني ثقيل على المعده، ما قدرتش نشرب منه غير كنشوف صراحه. والله يشافي الجميع، واللي وصلت حتى لهنا كنقولوا ليها ما تنسيناش من التعاليق وما تنسوناش من الاشتراكات، وكنتمنى نكون فدتكم شويه في هذا الفيديو هذا. وغادي نقول دائما الله يشافي كل من هو مريض يا سيدي ربي، الله يشافي كل من هو مريض. ما سخيتش نسالي هذا الفيديو هذا، ولكن باقي ما يتقال فيه. شوفوا هاد البليصه حتى هي كما قلت لكم راه الفوق ديال الجبل، منظر رائع، الناس كيصوروا فيه وفي نفس الوقت كيديو منه الماء الماء اللي باش يشربوه. وكنتمنى اللي بغى يجي يزور هاد البلاصه هادي راه زوينه صراحه. وشكرا لكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. ونسيت ما نقول لكم كاينين الاعشاب هنا في هذا الجبل ما شاء الله. رانا خليت في ستوري ديال القناه، يعني كي دايرين الاعشاب اللي عندهم هنايا، شي عرفناه وشي ما عرفناش، ولكن المهم كتبقى تجربه. وهذا الشيء اللي كاين، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.